معكم مالك من قناتي كوابيس مالك. بعد السلام والتحية لكم والإكرام. كثير منا بيسمع قصص، بيسمع روايات من جيرانه، من جلسات، من بعض الناس اللي بتكونوا مجتمعين معهم على أثر شغلة بسيطة صارت بحياتنا، مثل حدا لبسه جن، والله فلان صار فيه كذا، والله فلان صار فيه كذا، الله يعينه، الله يهديه، قصص كثير. بس اليوم قصتنا راح تكون عن عبارة شخص فعليا صار فيه هذا الأمر، نقل لنا إياها أحد المتابعين، وهي حدث صار في الأردن، تحديدا في محافظة إربد، وهذه المنطقة قريبة من منطقة الرمث. بيوت جيران حد بعضها البعض. بيوم كانت الساعة 12 بالليل، هذا الشخص بيحكي إنه إحنا صحينا على صوت ناس بتصرخ وصوت خبط جوا بيت زي اللي بيخبط على باب الخشب، يعني مبين الصوت واضح حتى لو كان بعيد. يعني من شدة الصوت قاموا هذول الناس فزعوا على جيرانهم. المنطقة طبعا شبه خاوي من السكان، وسكانها قليلين، فهذول هم البيتين الوحيدين قريبين من بعض كثير. بيفزعوا الجيران على جيرانهم، بيدقوا الباب، بيفوتوا، بيسألوهم، بيحكوا لهم شو فيه، فهمونا شو القصة. بيحكوا لهم إنه ابننا سكرنا عليه الباب جوا، فجأة فقد عقله، صار يصيح. وكان يعني حتى حديثنا ووقفتنا معهم كان حديثنا يا دوب مسموع من شدة الخبط على الباب، شدة خبط يعني ما بتصورها بني آدم. وللأسف إنه كان بيخبط براسه لدرجة إنه حفاف الباب على الداير كان الإسمنت بده يطلع من مكانه. متخيل أنت الإسمنت بده يطلع من مكانه من شدة الخبط على الباب، بيخبط براسه. اللي كانوا موجودين بالغرفة أنا وأخوي، بيحكي الشخص إنه قديش قوتنا كبيرة وقديش بنيتنا صحتنا منيحة، ومع ذلك دوبنا مسكنا إيد الباب حتى نحاول نمسك الولد بلاش نفقده، على أثر الضرب اللي كان يضربه بنفسه، طبعا مش بوعيه، ولحد اللحظة هاي إحنا مش عارفين شو قصته. بيحكي أول ما مسكنا إيد الباب فتحناها ربع فتحة، مباشرة دفشنا الباب مرة واحدة لجوا ومسكنا الشخص هذا حتى نقدر نسيطر عليه. وللأسف دفعنا دفعة قوية لدرجة لا توصف، يعني الدفعة كانت مش من إنسان عادي، لا الدفعة كانت جدا قوية. قمنا من مكاننا ومباشرة ادينا إيش، مسكناه مرة ثانية وثبتناه عقد ما نقدر. وكانوا الموجودين رجال تقريبا 4، إحنا منهم ضمنهم 2، أنا وأخوي. ثبتناه قد ما نقدر وربطناه بالعكس ولفينا عليه بلاستر علشان نحميه من نفسه، لأنه اللي بيعمله مش بإيده، مش منه. أول شك راودنا للأمانة، شك إنه معقول هذا الشخص متعاطي، معقول إنه فاقد عقله. قلنا لا مستحيل، هذا الشخص إنسان نظيف ومحترم، مش من الناس اللي يمكن إنه يسوي بحاله هيك. يعني أنتم مش غشيمين، اللي بيعمل بحاله هيك يا إما بيكون متعاطي وفاقد عقله، يا إما فعلا بيكون ملبوس من جن. يوم إحنا ثبتناه مباشرة وعلى أثر الضرب اللي شفناه بدماغه، حطيت أنا، بيحكي هو الشخص، حطيت إصبعي على جبينه، كان مليان دم ووجهه كله مغطى بالدم، كان العظم شبه زي الطري مكسر. مباشرة طلبنا الإسعاف، أجوا الإسعاف حتى ينقلوه على المستشفى وشافوه بهذا الوضع. عملوا له إسعافات الأولية
مباشرة قال لازم تحلوا مشكلته، لأنه هاي مشكلته مش صحية، لا بالعكس هي مشكلة ثانية، للأمانة بدكم تشوفوا حدا ثاني. حكينا له بس فهمنا شو القصة. قال الشخص الآن مصاب وإصابته هاي بتتطلب إنه يروح على المستشفى. أعطوه إبر مهدئ وقال مباشرة خلصوا أموره. بس فهمنا قول لنا شو أموره، فهمنا. قال يا جماعة هاي مش شغلتي، بس اللهم بدكم تشوفوا شيخ يحل مشكلته، لأنه شغلته الزلمة هذا ملبوس. لأنه ما في إنسان بهذا الشكل الضرب هذا اللي فيه إلا يكون فاقد وعي اللي هو فاقده مش أثر مخدرات، واضح إنه الزلمة ملبوس بالجن. مباشرة سحبوا حالهم رجال الدفاع المدني، ضلينا احنا بالموقع مكاننا، وبالفعل حكوا مع شيخ. طبعا هذا الكلام كان طبعا بعد منتصف الليل، تقريبا الساعة 4 الفجر. امتدت ساعات طويلة من البكاء ومن الدعاء ومن الصياح. حاولنا لحد ما وصل الشيخ نقدر نثبته، وبلش هون يقرأ عليه. من شدة صراخه بعد ما وصل الشيخ، من شدة صراخ هذا الشخص، بيحكي إنه لحم حلقه، اللحم هون وصل لدرجة إنه حسوا إنه بده يتفتح من مكانه. أنتم متخيلين؟ وصل إنه لدرجة اللحم اللي بحلقه من شدة صراخه أثر ما كان يقرأ عليه الشيخ، وصل إنه اللحم فعليا قرب يطلع من مكانه قد ما كان يصرخ. واضح الأحبال الصوتية قاعد تلعب بحلقه. ظلينا ماسكينه مع ذلك يقرأ الشيخ ويصرخ، وعيونه حسيناهم بدي يطلعوا برا، الدم بتحسه بدي يفقع من عيونه رغم الدم اللي كان معبي وجهه. هون فجأة وبدون سابق انذار زي كأنه بالون ونفس، صار الوضع سكون، هدي وإحنا هدينا. وفجأة مرة واحدة قام يصارخ بعد قراءة الشيخ والضغط على صدره وعلى رجلينه وعفخاذه. بعدين فجأة مسك رجليه وبلش يسحب فيهم. صار يحكي لي إنه زي كأنه في مادة بتخرج من بين أصابعه من بين أظافره برجليه، مادة يوم كانوا يسحبوه حسوها إنها لزجة. ظلوا يقرأ قرآن وظلوا يسحب فيه ويضغط على جسمه لحد ما طلع الجن منه. على كلامه هو بالطريقة هاي، هل هو هيك يعني طلع؟ وهل يا ترى الشخص تعافى خلص؟ هسا بنكمل لك. هون الشخص هذا ظلوا متابعينه لحد الساعة 7 صباحا، بس طلعت الشمس صارت بربع السماء، رجع الشخص لحالته الطبيعية تماما، ومباشرة نقلوه على المستشفى، دخلوه على العناية المركزة وتابعوا حالته الصحية رغم الإبر المهدئة والأمور الثانية اللي أخذها بالمستشفى. ومع ذلك ظلوا فاتح عيونه ولا غمضهم لمدة يومين كاملين لحد ما تعافى ورجعوه على البيت. وللأسف خلال أيام اضطروا إنهم يشيلوا نفسهم ويطلعوا من البيت، وكانوا بحاجة فلوس الجماعة. مجرد ما باع البيت بيحكي إنهم رحلوا من الرمثة على منطقة ثانية. هون بيحكي لي الشخص بيقول لي كل اللي صار فيه ما صار فيه من فراغ. بعد فترة من الزمن رجعت والدته للشاب اللي صار فيه وهذا الاشي تتواصل مع أهلي وتحديدا مع والدته، وبتحكي له إنه ابنها رجع نفس الحالة وأسوأ من أول، وكانت ظروفهم شوي صعبة. اضطرت هون المرأة بلحظة إنها تبيع ذهبها حتى تحاول تنفق على ابنها لأي إشي يساعدها، لأي إشي كانت مستعدة تدفع فلوس بأي طريقة لأي شخص، بس مشان الله بدي تنقذوا له ابني. وبالفعل راحت باعت ذهبها، وبعد ما وصلت السايق ناولته الذهب وتناولت فلوسها وطلعت من عند السايق، ثاني يوم
بيجيها تلفون من محل الصياغة، بيحكي لها السلام عليكم. وعليكم السلام، معانا فلاني. قال نعم، انت امبارح بعتينا ذهب. مزبوط، في مجال تيجينا على المحل؟ قال خير ان شاء الله. في اشي؟ الذهب فيه اشي يعني مش اصلي ولا اشي يعني هون شكل مرة كان؟ قال لا الامور تمام ان شاء الله، بس بحاجتك لشغلة بسيطة بتخصك. بالفعل شالت حالها المرة وطلعت للصايغ. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. حكى لها هاي القلادة إلك صح؟ قالت له مزبوط، بعتك إياها امبارح. الزلمة القلادة الذهب هسه بالمحلات صياغة الذهب بيروح للمعمل، ومن عند المعمل ببلشوا صهر فيه حتى يحولوه لكتلة، ومن هون بيحولوه للشكل اللي هم بدهم إياه. بس أثناء تكسيرهم للذهب، يوم فتح القلادة الزلمة شاف جواته عمل معمول لهذا الشخص. كان العمل معمول لهذا الشخص اللي احنا كنا نحكي عنه الشاب، وللأسف اضطروا باعوا بيتهم وباعوا أرضهم وراحوا اشتروا بيت ثاني لأمل إنهم يلاقوا حل لابنهم، وللأسف ظل الوضع زي ما هو. وهون فعليا بعد ما اكتشفت العمل المرة راحت لعند الناس اللي بتفهم بهاي الأمور وفكوا لها العمل، والحمد لله رجع الشاب زي ما كان، بس ترك وراء أثر ما راح ينساه طول عمره. وبتمنى من الجميع اللي بيسمع زي هيك قصة يأخذ فيها بعين الاعتبار وما يستهزئ فيها، لأنه فعليا في أنفس كثير مريضة. الأنفس الكثير مريضة هاي يعني متوغلة بالمجتمع بشكل مخيف، لأنه الحقد والغل اللي عايش جواتها بيخليها تعمل أسوأ من هيك. ويا ريت إنه كلياتنا ندير بالنا من الغريب ومن القريب، ونكون ماشيين على وصية نبي حتى نظلنا محافظين على نفسنا طول ما احنا عايشين، وندير بالنا من السحر. وهون بتكون انتهت قصتنا، واتمنى تكون عجبتكم. وأنا مالك من قناتي كوابيس مالك.